السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايين نستكمل حديثنا عن اللي بيحصل في الأيام اللي فاتت، وكمية المفاجآت الرهيبة اللي نزلت على الواحد بعد آخر حدث اللي هو القبض على شاكر. والله أنا هشرح لكم كل التفاصيل بالخبايا اللي انتوا ما تعرفوهاش، زي ما حكيت لكم في الفيديو اللي فات عن اللي حصل معايا أنا شخصيا. وهحكي لكم على حوار غسيل الأموال ده من واحد بقاله 6 سنين على النت، اتعرض عليه كل حاجة، مش شاف كل حاجة، بس الحمد لله ما مشيش فيها. هتكلم في الأول بس عن حاجة. انت لو جينا من أسبوع بالظبط، من يوم التلات اللي فات، الفيديو ده نازل التلات، من يوم التلات اللي فات، وقلت لك انت عارف ان يوم التلات اللي جاي مش هيبقى فيه ولا تيك توكر على منصة التيك توك، وان التيك توك نفسه هيحذف 30,000 فيديو منتهك للخصوصية. هل كنت هتصدق ان هيتقبض على سوزي، هيتقبض على شاكر، هيتقبض على ام ساجدة وام مكة وليلى الشبح والناس دي كلها؟ لا. طيب وجب اللي احنا نقول الحكاية دي بدأت ازاي، وجب اللي احنا نقول التفاصيل، وهقول لكم قضية كل واحد زي ما بقول لكم من واحد عاش وشاف اللي بيحصل. اول حاجة، بعد ما طلعت بنت الريس اللي هي مروة وفضحت الدنيا، هي هي بداية الطريق الصح اللي وزارة الداخلية هتكمل عليه. بص، لولاها كان زماننا قاعدين مش مش فاهمين حاجة، ومش عارفين اللي بيدور ورا الكواليس، وناس بتختفي وناس بتظهر وانت ما تعرفش ده كله. يبقى بداية الطريق اللي هنتكلم فيه هي مروة بنت الرئيس، اللي طلعت تقول انا بنت الرئيس. طلعت وقالت ان وفاء عامر هي اللي موتت شيكا لما خدت الاعضاء بتاعته، وحصل كذا حاجة زي دنيا مراجيح اتاخدت الاعضاء بتاعتها بسبب منظمة عاملاها وفاء عامر. تمام. الكلام ده طلع ترند. انت لما الواحدة تطلع تقول كده تلاقي الناس بدأت تتخض، ووفاء عامر مفيش رد، ومرات ابراهيم شيكا تروح حاسفة الحساب. ابراهيم شيكا الله يرحمه، تلاقي ام ابراهيم شيكا بتقول انا ابني كان عيان وتعبان، تلاقي فيديوهات بدأت تظهر. لا، هو كده في حاجة. تتوالى على طول بعديها ام ساجدة وام مكة. مروة اللي هي بنت الرئيس طلعت فضحتهم برضو ان هم مع وفاء عامر، ودخلوا في الحوار اللي هي القصة بتاعت تجارة الاعضاء. راحوا ام ساجدة وام مكة طلعوا شتموا في مروة. انت ازاي تقول علينا كده؟ ما ينفعش. مرة واحدة وبداية سلسلة سحب الخطايا، اتقبض على مروة بنت الرئيس. قلنا كده موضوع ممكن يهدى. مرة واحدة لقينا وفاء عامر عايزة تسافر. مرة واحدة لقينا اتقبض على أم مكة ومساجدة وسوزي، وأنا مش عايز أشرب كوباية شاي، وسوزي وشاكر. الأمور بدأت تبان إن في حاجات لم يكن الشعب عارفها، وده يحطنا في موقف لا نحسد عليه، اللي انت بقيت خايف من اللي بيحصل. ده الناس هي المشهورة هي اللي بتفكر في كده. امال الناس اللي يعني فعلا الناس اللي مش لاقيه تاكل بقى تفكر في ايه؟ فاحنا كده وزارة الداخلية فعلا عملت الصح بقبضها على كل التيك توكرز المسيئين للدولة او اللي وراهم قضايا. بس معنى ان يتقبض عليهم معناها ايه؟ معناها ان في حاجة انت ما تعرفهاش او احنا ما نعرفهاش لغاية دلوقتي. ندخل بقى في موضوعنا والقبض على شاكر. شاكر طلعوا اول امبارح بالليل. شاكر طلع في لايف لم يعني يطول مدته النصف ساعة على غير عادته، وطلع وقال انا غير الناس التانية،
انا واحد ما بشوفوش مني اي محتوى مسيء، وطلع في الاخر فخم في نفسه. بعد نص ساعة لقيناه بيقول هيقفل اللايف، وقفل اللايف فعلا، واتشالت اخبار، خلاص قفل اللايف ومشي. مرة واحدة بعديها بربع ساعة لقينا منزلين على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ومنها وزارة الداخلية ان تم القبض على شاكر. بص، انت شاكر ما شفتش منه حاجة غلط، بس ان انت تقبض عليه يبقى في حاجة. وفعلا تم ثبوت عليه ان هو كان يحتوي على سلاح غير مرخص، سلاح ناري غير مرخص، وانه معاه كمية من المخدرات، ومعاه كمية من مخدر الايس. في والله يا جماعة مقدم كده طلع قال ايه، مقدم طلع وجاب سكرينات ان شاكر كان بيكلم ناس من دول الخليج. واحد من دول الخليج يقول له طلع معاك البنت دي في اللايف. شاكر يقول له تمام، مقابل اللي انت هتديلها 300 دولار، تمام، تطلع معايا 300 دولار غير الكام اسد اللي هينزل. وفعلا طلع الكلام ده صح، يعني شاكر فعلا غسيل اموال. يبقى انت لا تسيء او لا تلوم وزارة الداخلية على اللي عملته. وصلنا ان شاكر تم ثبوت عليه واقعة غسيل الاموال، معاه مخدر، معاه سلاح ناري غير مرخص. فكده شاكر يعني لا يلوم الا نفسه. حبسه 4 ايام على ذمة التحقيق. هنشوف الايام مخبية ايه، بس خلاص شاكر كده يعتبر يا جماعة انسوه. وانا هنا احب اوجه رسالة شكر لوزارة الداخلية، ان هي فعلا حطت الامور على الطريق الصحيح، وصلت للناس اللي هي وراها حاجات، ولسه هنشوف لان في وراها حاجات تانية. ده ملخص بسيط للايام اللي فاتت. اي حدث هيحصل دلوقتي هحاول اجيبه لكم اول واحد على المنصة. متنساش تعمل اشتراك، تعمل لايك عشان يوصل لك كل جديد، تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل اشعارات القناة، وباذن الله اكون اول واحد ينزل لكم اي خبر هينزل على السوشيال ميديا باذن الله. اراكم فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.